عسلامة عسلامة، شنو حوالكم الناس الكل؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بالصحة والعافية. اش عاملين؟ اول ما نبدا الفيديو كالعادة بالصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جبت معايا قهوتي وجاية باش ندردش معاكم شوية، باش نقول لكم نعرف لاني غبت عليكم، نعرف شهر توا بريسك من اخر فيديو هبطته، مي حاجة أقوى مني وما يشدني عليكم كان حاجة شديدة وقوية. يعني الحمد لله أيامات وتعديت. كي نقول لكم الشهر ما خرجش من المرض، معناها بدا مع ولدي كمل معايا اني. اول ما بدا مع خاطر ولدي اني خرج يلعب مع صغار برا، وما نعرفش الفيروس قاعده تدور برشا هني في دبي كما تعرفوا. قله التساقطات تكثر للفيروسات، وما نعرفش اسكو كورونا الحقيقه ماهيش كورونا، مي الاعراض الكل اللي جاتني اني كورونا. ولدي 3 ايام سخانه تقضي فيه، الحمد لله من بعد هو تفرهد. بعد مرض راجلي واني بدات الاعراض بشويه وجيعة راس، فاصل بريسك اني العلامات الكل جاتني كورونا. كما تعرفوا معناها عبد مريض ما ينجمش يهز روحه، والله نقوم نطيب الفطور ولا العشاء كان بالسيف، نوكل ولدي ولا حاجه بالسيف كما تعرفوا. غربه وما نجمش معناها حتى صاحبتي معناها نحكيو انا وصحابي يعني هما ديجا زادا مرضى. معناها المشكله انه الفيروس هذايا برشا، معناها يعني صحابي برشا عندي صاحبتي ولادها وراجلها وهي مريضه التوا مريضه. وصاحبتي الاخرى زادا ولادها مرضى، وقالت لي راجلها زادا مريض. دونك ما نعرفش اسكو كورونا فيروس قاعد يدور قوي برشا برشا برشا. زادا من صحابي نعرفهم كلهم معناها قالوا لي مرضى. الحمد لله الحمد لله. كنقول لكم لليوم والله باب العماره اللي خرجت منه، معناها تصور انتوما عندي شهر ما خرجتش من باب الدأجوس نمشي نلوح البوبيل كاو يعني. من باب العماره ما خرجتش منه. مرضى جاتني الحمد لله يا ربي، جاتني على حتى اني نحس روحي اني خليقي دايره، نحس كرشي زاد عندي اسهال، دكديك وجيعة راس، كل شيء جاني. يعني قلت حتى للراجل قلت له دي ظاهره كورونا معناها. الحمد لله يا ربي لاباس توا. الحمد لله يا ربي ايامات وتعديت وايامات صعيبه على الاخر، والله لا يوريها لحد يعني. جيتكم اليوم قلت نجيب الفيديو هذايا نقول لهم نفهمهم علاش بالحق كل مره نقول نحاول اني ما نغيبش وتصير حاجه تخليني نغيب عليكم، حاجه اقوى مني. انا قلت لكم اذا كان حاجه شدتني عليكم معناها ما نتصورش اني وصلت للمرحله هذه الحمد لله بعد تعب وتفعيل القناه وكل باش نتراجع لتالي. لا، باش نحاول نكمل، نحاول نواصل، نحاول قناتي تكبر بكم انتم بالطبيعه. نحاول اني نجدد، نحاول الماكسيموم اني معناها نحاول نجدد، نحاول ندخل حاجات جديده ان شاء الله في الايام الجايه ان شاء الله. جيتكم جايبه القهوه نتاعي باش ندردش معاكم في الفيديو هذايا. اول حاجه حبيت الفيديو نوضح لكم علاش سبب الغياب نتاعي، وثاني حاجه فما جايبه القهوه باش ندردش شويه، كاني بحذاكم قاعدين على نفس الطاوله ونحكيو، انتم تسالوا فيا واني نجاوب. اول ما نبدا فما فيديو فما متتبعه قالت لي احكينا على الغربه واحكينا على دبي. باهي انا باش نحكي على الغربه اون جينيرال، وباش نحكي على دبي بحكم البلاد اللي متغربه فيها واللي عايشه فيها والمقيمه فيها. دبي راهو معناها منجمش الناس الكل تعرف، معناها ظهري بتشوفوا في الميديا وتشوفوا في التلفزه وكل معناها هذيك دبي بلاد منظمه، بلاد مع بالحق نقول لكم امن وامان. كي تمشي في الشارع يعني مثلا تو في تونس ما نجمش نخرج معناها في الليل وحدي، وليت نخاف خاصه بعد الثوره وكل، وليت نخاف اني باش نخرج وحدي. الحقيقه اني في دبي تخرج في اي وقت حتى 4 تاع الصباح ما 3 تاع الصباح تلقاك معناها قلبك هكا مطمئن وكل. بلاد نظام نظافه. قلت لكم حتى الحقيقه حتى مع المواطنين، مع الاشخاص ناس محترمين، ناس ما عندهمش تمييز، ناس بالحق. يعني 5 سنين تو 5 سنين في دبي. نذكر اني ممكن تعاملت مع المواطنين في حالات معناها مثلا في مستشفيات كذا خاصه. باش نحكي لكم ما نحبش نسبق الاحداث، باش نحكي معاكم بالضبط وما نحب نخبي عليكم حتى شيء. كل الفيديو هذايا منكم تعرفوا عليا كل شيء، نحاول اني نحكي قلت لكم
نفضفض معناها ندردش معاكم. قلت لكم عندي 5 سنين في دبي من 2017. قلت لكم دبي جيت عروسة معناها. دبي من أروع البلدان، أما أني ممكن الحاجة الوحيدة اللي في دبي مش مساعدتني هي الطقس. أني من العبيد من عشاق نحب المطر، نحب الشتاء، نحب ذيك الأجواء الشتوية يعني. مي بالزهر وقت اللي تغربت في بلاد سخونة. هذيك الحاجة المشكلة اللي معترضتني في البلاد هي الطقس يعني. ديما كليماتيزور معناها ما ناخذوش الفيتامين دي اللي الفيتامين دي اللي يقوي مناعتنا ويقوي العظم نتاعنا وكل. هذيك الحاجه نهار كامل في الكليماتيزورات. صحيح هي تجي بريود من العام مثلا توا حاليا دبي عزها يعني. دبي الطقس نتاعها روعه. تو اللي يحب يجي دبي يجي توا في الطقس هذا معناها من نوفمبر حتى كل مارس. طقس تحفون باهي. الحقيقه هي باش نقول لكم انه الطقس قاعد يتحسن معناها. من اول عام جيتو من 2017 كانت نحسوا طقس كان اسخن، ولا ممكن اني تعودت بالطقس ولا نعرفش الحقيقه لا. اما حاسه انه الطقس قاعد يبرد موش كيما العوامل اللي جيتها من الوالد. ك معناها بنية تحتيه وكل. دبي ما غير نحكي ما شاء الله معناها على التصاميم نتاعها من ناحيه البنيه التحتيه وكل. صحيح فما مشكله قوي في دبي كي تصب المطر انهم مش عاملينك الزيجوات يعني. خاطر ما تصبش فيها برشا امطار، هذاك علاش مش قارين حساب هذوكم معناها الزيجوات ولا لوناس. ان شاء الله بالطبيعه في العوام الجايه تحسها خاطر الطقس هنا بدا يبرد شويه، بدات فما تساقطات شويه ان شاء الله يعملها. خاطر وقت اللي بالحق وقت اللي المطر تصب الشوارع تتسكر وتفيد يعني. مي أبارسا كل حاجة فيها دبي باهية. بلاد متطورة، بلاد متحضرة، بلاد ما فيهاش تمييز، مش كما بلاد عربية معناها ما فيهاش تمييز، يعاملونا كأخواتهم يعني. اني تعاملاتي معناها معاهم كانت معناها مع المواطنين الأكثرية في السبيطارات كي نمشي. خاصة عام 2020 تعاملت برشا مع المواطنين وكانوا عز الناس معناها باهين على الاخر، باهين على الاخر. نرجعوا باش نحكي معاكم توا في موضوع وما نحكي لكمش على الغربة الحاجة الخايبة في الغربة. خاصة في مرضى في خاصة في المرض بالحق. تعرف قيمة عائلتك وتعرف قيمة بلادك يعني. خاصة في المرض كي تطيح هكا ومتلقاش وعندك صغارك معاك وكل متلقاش كون يهزك يعني. لازم تقوم وحدك حتى مريضة لازم تتقوى على بدنك وتقوم. خاطر كي مش تطيح انت مع الدار الكل تمشي يعني. شكون بيهم صغارك، شكون بيه راجلك، شكون ذيك الحاجة الخايبة يعني. خاصة في المرض بالحق تحس روحك. اما بارسا معناها الحمد لله معناها اني تعودت بها الحمد لله. شو نقول لكم اخر. باش نحكي لكم باهي اني قلت لكم تعاملاتي مع المواطنين كانت في 2020 هو معناه من اخيب العوام بالنسبه لي وبالطبيعه بالنسبه للناس الكل. اخر 2019 2020 2021 ملي ظهرت الكورونا خايبه. يعني اخر 2019 او 2020 هو كان فما خبير هيك تحفون تتمناه اي امراه، وخاصه ان شاء الله يا ربي معناها يرزق الناس الكل. اني وقتها عندي يحيى وقتها مازال صغير قريب يغلق العامين. وقتها عرفت روحي لي اني حبلة، اني على اساس وقتها نحب نخدم معناها. ديجا خدمت نهارين وما كتبتش معناها عيني خاطر راجلي كاو كي يسمع بيا حبلة يقول لي اقعد في الدار. حسيتو وقت اللي سمعت بالخبر نبكي ومنيش حابه عليه، منيش حابته الصغير هذاك، منيش حابته. وهو سبحان الله ربي عطاني درس بالحق، عطاني درس ريتو اللي صار لي كل 2020 بالحق ما نحبش نتذكره. مي اني توا نحكي لخواتي ونحكي لعائلتي ونحكي للمتتبعات معايا. قلت لكم اول 2020 عرفت روحي اني حبلة، وكانت اول رده نتاعي وقت اللي عرفت اني حبلة نبكي ومش وقته، وجاتني هستيريا نتاع بكي ومنيش قابله معناها.
حاسيلو بديت نباشر مع سايق كاو، رضيت بالامر الواقع وبديت نباشر مع طبيبه، وقتها طبيبه مصريه. بديت نباشر معاها، مشيت عملت لي كل عادي، مازال معناها وقتها في الاسابيع الاولى لاباس، حمل عادي لاباس. وقتها في الشهر كيكا الثالث وقتها في مارس، وقتها بداية الكورونا وسيء معناها البلدان بدات تسكر وسيء معناها. واني على اساس سبحان مشيت عملت رونديفو وقتها باش ياخذوا القياسات الديمونسيون تاع البيبي، القياسات تاع البيبي في الشهر الرابع، اخر الشهر الرابع يعني اول الشهر الخامس ياخذوا الديمونسيون تاع البيبي. مشيت كونترول عادي، مشيت عملت لي ايكو، نوصل للطبيبه وجهها مقلوب، هي طبيبه اخرى معناها ليكو تعملوا ليكو تاع الديمونسيون وكل تعملوا طبيبه اخرى. نوصل للطبيبه تعمل لك معناها قارنه حواجبها ومستغربه كل ومستانسه كي نعمل اني خاطر نعرف معناها في يحيى، نعرف انه وقت اللي تعمل نروح معناها تعمل لي ليكو نروح من بعد في الرونديفو اللي بعده تقول لي الطبيبه على الريزلتا معناها. نهارتها لا عدتني طول رجعتني للطبيبه، قالت لي توا باش نكلم طبيبتك ومشي لها. انا عرفت حتى راجلي معايا قلت له لا ما فما حاجه غريبه اصلا، حتى من الكريماس نتاع الطبيبه كيفاش تعمل وكل ظاهره حاجه غريبه. قال لي ليه انت تتهيأ؟ قلت له اني في يحيى ما رجعتنيش يعني معناها ما قالتليش رجعك للطبيبه، في رونديفو جاي هي الطبيبه تقول لي ريزلتا معناها فهمت. رجعتني للطبيبه. الطبيبه اول حاجه شافت قالت راني نشوف انه صغير ما عندوش كرش، يعني مانيش نشوف النص اللوطاني نتاع البيبي. قلت لها كيفاش فما صغير معناها ما غير نص لوطاني ما فماش كرش ما فماش حاجه؟ قالت لي ما نعرفش، اول مره نشوف الكا هذيا واني عندي 20 عام نخدم في الخدمه هذيا واول مره نشوف الكا نتاعك. عملت لك قالت لي باش نحولك لطبيبه اخرى في سبيطار اخر، واني على اساس على اساس قاصه باش نروح يعني قلت تو نروح لتونس. نروح تونس كي نقولوا احنا قاصه نهار 19 مارس باش نروح. قلت في تونس نمشي نعمل، واذا كان هني خاطر في دبي ما عندهمش اذا كان فما تشوه ولا حاجه انه يطيحوا الصغير، انه ما عندهمش يعني مادام قلبوا يمرض الصغير ما يقتلوش. قلت له راجلي قصلي وقتها معايا اخت راجلي، وعلى اساس قاصين وحاضرين الفاليزات وساي مروحه. نهار 17 تسكر الحدود، ما فماش طيران، ما فماش تونس تسكر، الامارات تسكر، ما عادش فما ليفول. كاو قعدت ربي كل شيء قلت لكم بالكذبه، كل شيء بالكذبه. حسيلو طبيبه هذيك هزتني بعثتني لطبيبه اخرى، وكيف الطبيبه الاخرى زادت تقول ما نعرفش فما كيس هي قالت لي كيس نتاع ماء غامم على الكرش. قالت لي نزيدوا شويه وارجع لي في كونترول الجاي، خلينا نزيدوا نتاكدوا. كونترولي بعد حسيلو ما نحكي لكمش على التوتر اللي قاعده فيه والستريس اللي قعدت فيه، يعني توا نحكي وما نحبش نسترجع اللي صار لي، اما لازم نحكي لكم. سامحوني الراجل كان يطلب فيه قصة لكم الفيديو. قلت لكم عاد سكرت الحدود، يحيى سكرت الحدود وقعدت في تونس، قعدت في دبي يا ربي، وتونس ما نجمش نروح لها، وبالطبيعه الأسرة قاعده تتعدى واني من طبيب لطبيب. ذكرها الطبيبه المصريه بعثتني صاحبتها وقتها باكستانيه، طبيبه باكستانيه زاد كيف قالت لي انت هاي الحاله نتاعك انت لازمك سبيطار حكومي، معناها الكفاءات الكل خاطر في السبيطار الحكومي يعني. وبعثتني لطبيبه اخرى زاده. حاسيلو نقول لكم سبيطارات دبي الكل مشيت لهم خاطر الكام تاعي اول مره يشوفها. حاسيلو اخر حاجه بعثت حتى الدوسي نتاعي وقتها، نذكر بابا والكل عائلتي الكل معناها حارسين، وراجل اختي وكل يعرفوا معناها عنا طبيب
طبيب يقرب لنا يعني، تونسي ويخدم في فرنسا يعني في نفس الدومين يعني. بعثنا له الدوسي، وقتها أنا راجل يحكي معاه وفسر له في الكاب بالضبط. قالوا وقتها حاولوا حتى انهم معناها يشوف يجتمع، قالوا عندي اجتماع مع الاطباء ونحكيوا الكلام تاع مرتك يعني، نشوفوا نحاولوا حتى نجيبها لنا. معناها قلت لكم الحدود الكل مسكره، معناها ما فماش حتى حل يعني. هاتيلو نحكي معاه ونحاول اني نبعث له في كل شيء، معناها في الكويت نحاول. هو صحيح ماهوش واضح له برشا، وماهوش الطبيب قال ماهوش واضح لي الشيء، معناها خاطر هنا حتى كي ناخذه عند الطبيب ما تعطيناش بالديتاي يعني، ما تعطيناش سيدي انه نجم نبعثوه باش يشوف. معناها اخر كلمه نتذكر قال لي باش نقول لك كان ربي يصبرك على 9 شهور تاع الحبيله. كي نقول لكم 9 شهور تعداولي بالحق، اكل 9 شهور نورمالمون الام تبدا فرحانه بصغيرها. قلت لكم ربي يعمل بالاسباب، وما عادش بالحق يعني توا ما عادش نقول ليه على حاجه ربي، خاطر ربي يعرف شو يعمل. حاسينه في الشهر السابع صار معايا نزيف. شدوني في السبيطار، مشيت عندي نزيف، قمت الصباح نلقى نزيف. كلمت راجلي ومشيت للسبيطار، وقتها من الخدمه جاي يجري، مشيت للسبيطار. صار النزيف موجود، اما البيبي مازال حي ومازال قلبه يدق يعني. طب وقتها يقولوا لي ما نجموش نعملوا حتى شيء. صدقوني كي يجوني الصباح يجوني طب، يجوني ما تجينيش بطبيب كاو، يجوني ب5 طب، وكل خاطر الحاله نتاعي اول مره يشوفها. صدقوني نبات ليله كامله ما نرقدش وندعي ربي، يا ربي كذب قولهم، يا ربي يا ربي كذب قولهم يا ربي. حاسيلو اخر نذكر وقتها باش يهزوني الصباح، جاوني كي 9 تاع الصباح يهزوني باش يعملوا لي ايكو باش يشوفوا يعني. وقت اللي عملوا لي في ايكو وقتها 2 طبه، واحده اردنيه واحده ضاني مواطنه. تعمل لي كيفاش ما بعثوكش من اول ما شافوا الكا، كيفاش ما بعثوكش لينا؟ قلت لها ما بعثتليش قالت خاطر نجم فماش معناها ما يطيحوش الصغار لنا. قالت لي لا الكا نتاعك انت نطيحو، خاطر باش تضر الام اكثر ما معناها الصغيره ذاك بيد ربي يعني، فهمت؟ الصغيره ذاك الحال الكل باش يموت يعني، سوا يموت في كرشك، سوا كي باش يخرج باش يتولد معناها يقعد شويه ويموت. عسيلو قالوا لي بنجم نعمل حتى شيء، تقعد انت حتى لين قلبه يسكت. سبحان الله قلبه ما حبش يسكت، مازالت شاهده في الدنيا. حاسيلو وقف شويه نزيف ورجعت للدار. وقتها عينوا لي، وقتها في الشهر السابع قلت لكم عينوا لي دات اول ما يدخل التاسع، معناها وقتها على اساس 27 اوت باش يولدوني. مشيت على اساس نهار 26 مشيت، ما قالوليش اجا الصباح، معناها حضرت روحي وما زلت راني كي نقول لكم، ما زلت والله العظيم لاخر لحظه واني نقول ربي كذب قولهم. شريت لها وخذيت لها البش، خذيت لها كل شيء. خذيت لها كل شيء، مشيت للمول قضيت. نكذب عليكم كي نقول لكم فرحانه، مانيش فرحانه على الطرف، يدي على قلبي، خايفه كيف نية باش تطلع، كيف نية باش تعيش في الدنيا. حاسينو نهار 26 العشية 5 تاع العشية مشيت، خاطر يعني نورمالمون 8 تاع الصباح يولدوني. وقتها طبيبتي أردنية، كي دخلوني دخلت المليورجونس يعني،
دخلوني يقيسولي في الطونسيون، يقيسولي يلقاو طونسيون 18 فاصل. وقتها راجلي حطني ومشي على اساس من غدوه باش يجي، معناها من غدوه الصباح باش يجي، معناها باش نولد الصباح. حسيلو كي قاسوا الطونسيون وكل قالوا لي انت توا لازم تدخل العمليه. ما نحكي لكمش على احساس وحده في غربه، لا بحذية، لا ما لا بابا لا خواتي لا حتى حد معناها من عائلتي، حتى راجلي قلت لكم وصل للدار. يعني صدقوني دخلوا لي بيت العمليه يسكروا باب العمليات، ما فما حد وما نعرفش على روحي. نذكر ما نعرفش على روحي اسكو باش نعيش ولا باش نموت. يعني حسيت مسكر باب العملية. نتذكر طبيبة إماراتية ذي تقول لي، قالت لي اني نصلي وانتي توا بنتي، قالت لي ولا قد ما نقعد باش نقعد نعمل لك العملية نقعد ندعي لك. قالت لي انساه البيبي اللي في كرشك. احنا توا ريت الطب هذوما صدقوني والله كي نقول لكم 30 شخص في بيت العملية نكذب عليكم. سكرت عيني اخر حد طبيب روسي وقتها وطبيب مصري بجنبي باش يعملوا لي كساي بنج كامل. هي من الاول عملوا لي بنج نصفي، ووقتها كي حلوا يلقاو المشيمه لاصقه في الجرح نتاع القيصريه اللي فاتت. يعني حسيلو قالت لي نغزل المرايه ذيك اللامبه نتاع بيت العمليه راه في كرشي مشقوقه. الطبيبه كي شافت الحاله نتاعي قاطعه الكرسي، كلموا طبيب الجراحين وقتها بالحق نقول يرحم والدين والديه وقتها سوداني، كلموه من الدارجي قالوا له فما كا بالصاصه علينا لازمك تجي تو. كما نقولوا كبير الجراحين هو المدير نتاعهم رئيس. توا رحموا على والدين والديه. الحاجه الوحيده اللي قلتها لها وقتها نذكر روحي وقتها، هي الطبيبه هذه قلت لكم الاماراتيه وقت اللي تقول لي طونسيون طالعه وكل شيء وراجلي يرجع للدار وكل، قالت لي تو انت تو باش ندخلوك بيت العمليات. نقول لها جوست انقذوني على خاطر ولدي، ما خممتش فيه الصغير وقداش اني توا نقول قداش اني انانيه وقداش النفس عزيزه بالحق. قلت لكم متسكرت باب العمليات. باهي برا قاعد عايش ولدي، باهي برا العمل مامك برا مشي، باهي عايش ولدي العزيز. قلت لكم تسكرت بيت العمليات وما فما حتى حد. راجل قلت له اعطيني التليفون خلينا نكلمه نقول له يرجع. مسكين رجع. قلت له كي تسكر باب بيت العمليه فما حتى حد ما نعرفش شنو باش يصير لي، ما نعرفش اسكو نزلت باش نشوف معناها راجلي باش يشوف الدنيا مره اخرى ولا لا. حسوا عملوا لي بنج كامل والعمليه دامت 5 سوايع. 5 سوايع صارلي نزيف في بيت العمليات. وخرجوا الراجلي قالوا له لازمك تصحح لانه باش نحيو ارحام مرتك. قالوا له معناها راهو معني لقينا الكا هكا وراهو صار لها تسمم حمل، يسميوه تسمم حمل، معرفش طونسيون طالعه تسمم حمل. الصغير فيه برشا مشاكل، ما مصارينها على برا، ما عندهاش كرش، ما عندهاش ساق.
حنسيلو قلت لكم 9 شهور بدات تعداولي الله لا يوريهم حتى حد، ما نتمناش ريت من نتمنى لحتى حد اللي صار عليا اني من نتمنى لحتى حد. الحمد لله يا ربي خرجت من العمليه، بنتي توفيت في الاخر لحظه صدقوني، حتى بعد ما قمت بالبنج ما زلت نلوج عليها، ما زلت باش يقولوا لي بنتك عايشه ولاباس. قمت من البنج نسال عليها في الفيرمليه، ما حد حد يقول لي انها ماتت. صدقوني والله بالرغم من المشاكل وبالرغم من التحاليل وبالرغم من كل، نقول يا ربي كذب قولهم، قول يا ربي كذب قولهم. بنتي جات وقتها، جات صاحبتي، حتى صاحبتي يرحم والدين والديها، صدقوني 5 سوايع في العملية وهي مع راجلي كلهم، زاد راجلها اللوطة كلهم، خاطر وقتها ما يدخلوش برشا عباد، معناها كورونا وكل ما يحبوش يدخلوا برشا. قلت لكم 5 سوايع في العملية. قمت بعد بالبنج لوج على بنتي، بالحق ما نعرفش شنو الهستيريا اللي دخلت فيها، قالوا لي راك قمت من البنج، حتى من الوقوف وقفت. الطب كل متعاطفين معايا، حطوني وقتها في بيت وحدي، ما حطونيش مع بيت فيه نساء معناها معاهم صغار باش ما نحسش. اما اصعب حاجه كي تكون المراه نفسها بغير صغير، اصعب حاجه في الدنيا. الحمد لله هي كتبه لي عصفور الجنه ان شاء الله. مين نراجع روحي ونقول كل مني اني خاطر ما قبلتهاش من الاول، مي الحمد لله تو الحمد لله بالحق نحمد ربي الحمد لله ويرحم والدين الطبيب معناها. جاني وقتها قال لي الكاب نتاعك باش نقري عليها، وقتها طبيب سوداني، وقال لي عمليتك 100% ناجحه، ما شفتك قال لي صغيره في العمر وعندك صغير كهو، حاولت اني نتفادى اني نحيلك الارحام نتاعك، وقال لي عمليتك معناها ناجحه 100% يعني. الحمد لله يا ربي الحمد لله. امتحان وابتلاء من عند ربي، انا تعلمت منه كي ربي يعطيك حاجه ما تقولش عليها لا، ما تقولش عليها لا، بتقول كي الحمد لله. اني وقتها بالحق ان شاء الله تسامحني، هي عصفور الجنه. وهي كانت حكايتي، خاطر فما برشا كي نقول اني زوز ولادات قيصريه يقعدوا باهتين، عندك صغير كهو، بنتي جبت صغير اخر 9 شهور حبلت به وتحركت في كرشي وكل شيء يعني، بعد 9 شهور واني عايشة على اعصابي يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وريتوني 5 سوايع في العملية، مذكرة وقتها دارنا، وقتها راجلي يكلم في دارنا وكل دارنا مش على دار ميت، معناها خالاتي عماتي كل دار تضرب بالحق، دارنا حتى من الجيران جاو قاعدين يستناو تصور 5 سوايع بنتهم في عملية في بلاد غريبة، فما بحدا حتى حد، الله أعلم تعيش ولا تموت، الله أعلم شو يصير معها. الحمد لله ربي يعمل بالأسباب، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بقول كان الحمد لله. هذه كانت حكايتي وقهوتي، حكيت لكم حكايتي وقهوتي ما شربتهاش. قلت لكم جيتكم الفيديو هذايا نفرغ لكم في قلبي، نحكي لكم هم خاطر تساؤلات جات معناها في الخاص وجاتني كومنتات، فسرت لكم علاش معناها كي نقول اني زوز قيصريات وزوز كذا. هذاك ولدي ولدته قيصريه زاده وكرش ثانيه قيصريه زاده.
والحمد لله. طبعا نقول لكم نوصل بكم لاخر فيديو ان شاء الله اكون هيك بالحق فرغت قلبي، حكيت لكم على حاجه كنت نحب نحكيها لكم من قبل يعني. الحمد لله تعلمت، قلت لكم احمدوا ربي وما تقولوش لا على حد شيء. ريت ربي كي يبعث لكم حاجه ما تقولوش عليها لا. وحتى قريته جات في مرحله وقت اللي يقولوا كل صحيح نخمم نقول وقت اللي خاصة هما زادا فاقوا انها ما عنديش رجل زادا من الشهر الرابع ولا الخامس. وقتها نبدا وحدي قاعدة هيك نقول كيفاش باش تعيش. ومن بعد ليه نقول تعيش فما عباد ما عندهمش ساقين وعندهمش كذا ووصلوا حتى ولاو معناها دي سبورتيف معروفين وفهمتوا معناها الحمد لله يا ربي، وربي يعمل بالاسباب. وصدقوني ريت كي راجل يصور وجهها معناها في التليفون، صور وجهها ما حبيتش نشوفه، ما حبيتش نشوفها يعني. كان بعد ما دفنت ما جابوهاليش ما شفتهاش، شفتها في تصويرة حبيت نشوفها. حبيت نشوفها الحمد لله. ان شاء الله تسامحني وكا. يلا نخليكم توا، نقولكم باي باي، نحبكم برشا. ان شاء الله نرجع لكم في فيديوهات جديده، استناوني نزيد نسترجع كقوية ونرجع لكم ان شاء الله بوزيتيف فايبس ان شاء الله. ما عادش البكي هذا اللي شفتوه اليوم كيف فرغت لكم قلبي وحكيت لكم على حاجه حبيت نحكيها لكم من قبل. الحمد لله يا رب. يلا باي باي.